صعود قيصري لمنتخب مصر. مبروك لمنتخبنا الوطني المصري، صعد لدور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 ب3 نقاط من 3 تعادلات. صعود قيصري، والطبيب كان منتخب موزمبيق. منتخب موزمبيق اللي زي ما قال لي صديقي الفنان أحمد السقار، منتخب موزمبيق زنبقنا وزنبق غانا وزنبق نفسه. هتقولي هو أنت سعيد بالصعود ده بعد نتيجة التعادل والنتيجة المخيبة؟ أقول لك مبروك لمنتخب مصر، صعدنا لدور ال16 من مجموعة تبدو سهلة، لكن في الحقيقة خرج المنتخب الغاني من المجموعة دي خالي الوفاض مع منتخب موزمبيق برصيد نقطتين لكل منهم، ومنتخبنا الوطني المصري صعد ب3 نقاط في المركز الثاني خلف بطل المجموعة والفريق الوحيد اللي يستحق الصعود في المجموعة دي، وهو منتخب كاب فيردي الفريق القوي. محدش يقول كاب فيردي هي الحصان الأسود في البطولة، والغينيا الاستوائية اللي لسه من كام ساعة عاطية كوت ديفوار على ملعبها ووسط جماهيرها 4 مغسلة كروية زي ما بيقولوا، 4-0 على ملعبهم، وقاعدين مستنيين الفرج ب3 نقط زينا، لكنهم تالت وبيتمنوا يدخلوا من أحسن توالت عشان يتأهلوا لدور ال16. عشان كده بنقول لمنتخبنا الوطني المصري مبروك. نرجع تاني بقى ونقول مفيش حصان اسود في البطولة. يعني ايه؟ الكرة بأفريقيا السمراء اتغيرت خلاص. النهارده لعيبه كاب فيردي بيلعبوا بمزاج وكرة عاليه وعلى اعلى مستوى، لعيبه محترفين في انديه اوروبيه. لعيبه غينيا الاستوائيه الله اكبر عليهم، دي فرقه ايه يا جماعه؟ دي فرقه اوروبيه. النهارده الكرة في شمال افريقيا اتاخرت، بقت اعتماد على الروح العاليه والمجهودات الفرديه ومهارات بعض اللاعبين الفرديه، لكن على مستوى الكرة الجماعيه والاداء الفني لا افريقيا السمراء خلاص اتقدمت عننا بكتير. وصدقني في المرحلة اللي جاية هتظهر على الساحة وهتتزعم افريقيا منتخبات تانية خالص، وجزء من اللي انا بقوله لك ده هنشوفه في البطولة دي، زي منتخب غينيا الاستوائية ومنتخب كاب فيردي. ولسه هنشوف مفاجآت في البطولة، منتخبات ما كانتش على الخريطة ومش في الحسبان، لا مؤاخذة يعني، وبالبلدي قطعت منتخبات عريقة.